السلام عليكم. السلام عليكم وحلقة جديدة معانا هنا في القناة. اللي أنا أكلمك فيه دلوقتي ده هو حصر. هو كلام موثوق منه 100%. طيب، خلينا أفهمك إن مدرب الزمالك اللي جاي هو مش يانيك فيريرا نهائي، ولا أي حد من الأسماء اللي انت شايفينها على السوشيال ميديا دي تماما. شوف أنا بقولك أهو، ولا اسم من اللي انت شايفه على النت على السوشيال ميديا تماما، من اي حد بقى، من الستيريا، اي حد من اسلام مهدي، اي حد من الناس دي كلها، مش اي حد فيهم هو بيقول لك الكلام ده. لا، هو كلام مش صحيح ومش موثوق منه وسبك اعلامي. زي ابراهيم عبد الجواد مثلا ما قال لك يانيك فيريرا، كله قال لك يانيك فيريرا، هو مش يانيك فيريرا نهائي. مدرب الزمالك هو اللي هقول لك عليه حالا. بس قبل ما اقول لك عليه، يا ريت تشترك معايا في القناه وتنساش تفعل زر الجرس وتخبط لايك. مدرب الزمالك اللي انا هكلمك عنه دلوقتي ده، وسبق ودرب أندية كتيرة جدا، هو كالديرون. اللي اقول لك عليه ده كالديرون مدرب الزمالك القادم. كالديرون اسمه كان انطرح كتير قوي عن الاهلي، وكان كله اليكس باليتي، لكن انا بقول لك كالديرون مدرب الزمالك القادم. هو هيبقى خليفة لكابتن ايمن الرمادي، مع اني انا يعني ما احبش كابتن ايمن يمشي. انا حبيت تجربة كابتن ايمن مع الزمالك، حتى لو كان خسر الكاس كنت هقول لك برضك الراجل كويس، له بصمة واضحة بخروج بالكورة. ناس كتير كانت بتتكلم وبتقول لك هم عايزين المدرب اليوناني تاكيس كونياس. في كتير قوي قال لك بابا فاسيليو، في ياما جه قال لك رجع كروس، في ياما اكتر واكتر كانوا بيتكلموا عن فكرة رجوع كارترون. يا جماعة الناس دي كلها، ما احنا شفنا معاها حاجات وحشة، ما احنا ماشيينهم، انتوا ترجعهم تاني؟ طب ما هما كانوا عندي اصلا ومشيتهم، ما اروح مرجعهم تاني؟ طب ليه؟ ما خلاص بقى، يبقى خلينا في عناصر جديدة. كالديرون، كالديرون مش كارتيرون، كالديرون. تمام، مدرب كويس، سبق ودرب أندية في الخليج كتير، سبق درب في إيطاليا، عمل نتائج هايلة. مش عايز اسبق الاحداث واقول لك ان تمت، لكن في مفاوضات، وانا شايف ان مجلس اداره الزمالك ماشي بخطى بطيئه جدا، عكس النادي الاهلي. ان هو مشى كولر بعدها ب4 ايام تقريبا ولا 5 ايام، جابك بعدها بيومين، اسف، جاب لك عماد النحاس فتره مؤقته وجاب لك مدرب. كنت دلوقتي لغايه دلوقتي ما اعرفش اللي هيرجع يمسك التدريب مين، كابتن ايمن الرمادي ولا المدرب الجديد. خلينا اتكلم لك كمان ان اداره الزمالك بتتحرك فعليا لرجوع مصطفى محمد مرة تانية من الاحتراف من نادي الزمالك. خلاص يعني احنا نحاول نشتريك من الاحتراف. تمام، وإدارة الزمالك كمان بتحاول لا تعمل سيولة بأضخم حاجة عندها، بحيث ان انا ما اخش الموسم وانا مديون وبجيب قرش بقرش. لا، انا اخلي في السيولة عندي، والسيولة دي اجيب اللعيبة اللي انا عايزها، وحتى لو في وقف كده ولا حاجة فانا اعرف اسدده بالسيولة اللي معايا. طبعا مرتضى منصور وعياله، هنقول احمد مش هنقول امير، لكن احمد ومرتضى هما الاثنين بيقولوا تصريحات مستفزه جدا لجمهور نادي الزمالك، بيحس ان هم يكسبوا ويتعاطفوا في النادي الاهلي معاهم، وهم ان هو بكلمك والله اصلا انا الاهلي النادي ناجح. طب انت ما كنتش معترف بكده ليه وقلت يا مرتضى منصور على الاهلي كده لما انت كنت ماسك الزمالك؟ اشمعنى الكلام ده طلع لما انت سبت الزمالك؟ والله اصل زيزو هينجح في النادي الاهلي. اصل نادي الزمالك ما فيهوش فيه غير النجم الاوحد، اصل الاهلي ما فيش نجم واحد لان الفريق كله نجم. احترموا قلنا، انتوا كنتوا بتعملوا كده بس بالذات البلبله والترند لما لقيتوا نفسكم منسيين. يا اداره فاشله، يا اداره فاشله، حتى لو المجلس اللي احنا معاه ده فشل، انتوا افشل منهم. ما عرفوش تحافظوا على الفريق، الديون دي كلها كانت بسببكم. دي رساله بحب اوضحها نادي الزمالك وجمهوره. اشوفكم فيديو جديد.